للذاكرة يعني فقط انه شوف ترامب هو اللي رفع عنكم العقوبات بعدين، والسعودية هي اللي كانت السبب. سوريا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لسانه: يمكن للرئيس ترامب تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا. العم هذول شرحوا البنطلون وشرحوا القميص. شو راح يكون وضع شرق الفرات؟ شرق الفرات انتهى، سلمناه خلص، استلموا السيد أحمد الشرع، وشرق الفرات خلاص، وحزب العمال الكردستاني أعلن إلقاء السلاح وبكره نسلمكم دبابات الابرامز اللي دخلت من يومين، كمان 150 دبابه دخلت على شرق الفرات، رح نعطيها لاخواننا هذول تبع شرق الفرات يشفطوا فيها، يقصدروا فيها كمان اخواننا اللابسين قلابيات، وهن رح يسوقوا الابرامز. تكرم عينك، احلى شرق الفرات الك، شو بدك احلى من هيك؟ وزير الاقتصاد، وزير الاقتصاد السوري. ليش عندنا اقتصاد؟ احنا عندنا وزير بس ما عندنا اقتصاد. وين الاقتصاد؟ شو في عندنا اقتصاد بسوريا؟ ما في اقتصاد. اقتصاد مين يا عمي والناس نايمين؟ قال اقتصاد. فمنا عقوبات سرمتين هلاندن نسر شرعة فين بكن اف عقوباتك ورنا هراندن سرمتين هلاندن نسر تشي ويايا. طيب، مساء الخير لكل الاخوه والاخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه. طبعا اليوم جينا على البيت بعد الشغل، تفاجأنا بخبر هام للغاية انه ترامب رفع العقوبات أو سيرفع العقوبات عن سوريا. وطبعا هذا الخبر بيفرح كل الناس، يعني بشرق الفرات، بغرب الفرات، بكل مكان اللي بيفهم طبعا أنه هذا رفع العقوبات عن الشعب السوري، مو أنه مسألة رفع العقوبات عن الحكومة السورية، ولا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للحكومة السورية. وفي بعض المفاهيم اللي راح نفهمكم إياها الآن. يعني احنا كلياتنا شفنا خطاب ترامب وربط فيه بشكل مباشر مسألة رفع العقوبات بإيش؟ بشهر. إنه قال بالخطاب تبعه إنه خلال شهر إذا التزمت الحكومة السورية بالمطالب وعلى رأسها إدماج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة الجديدة سيتم رفع العقوبات. بس ما حدا انتبه على هاي النقطة المحددة تماما. طبعا أنا كتير مرات كنت بقول وبوضح هاي أنه لا يمكن للشرع أن يعوم عالميا وترفع العقوبات إلا عن طريق قوات سوريا الديمقراطية. وهذا الكلام أعتقد أنه أغلبية الناس اللي موجودة خلال شهور طويلة اللي فاتت منذ بداية سقوط النظام وأنا أتحدث بهذا الحديث، لا يمكن رفع العقوبات عن سوريا وعن أحمد الشرع إلا من بوابة قسد، وقسد هي الوحيدة اللي قادرة أن تنقذ الشرع حقيقة. طبعا شفنا احنا خطاب ترامب كان واضح وصريح، وقال لك انه احنا نعطي الحكومة السورية مدة شهر لتنفيذ مطالبنا، وجابها بشكل مشرمحي، قال طرد الارهابيين والمقاتلين الاجانب من سوريا. طيب، ف طبعا كثير من اصحاب الرؤوس المربعة اللي ما بيفهموا السياسة من الطرف الاخر اللي محسوب على السوريين واللي عندهم حقد على الكرد ومو فهمانين شيء بالسياسة ولا بيفهموا يفقهوا شيء بالاقتصاد نهائيا، رح يعترضوا هذا على هذا الكلام. طبيعي هذا الأمر وما رح يعجبهم. لكن السياسات لا تبنى بالأمنيات، وهاي الجملة احفظوها: السياسات لا تبنى بالأمنيات. مو انه انت تتمنى شيء فتخرج وتتحدث بذاك الشيء اللي انت يعجبك فتهجم على من يخالفك بما تتمنى. وهاي السياسة المتبعة عند كل الأخوة العرب السوريين أغلبيتهم اللي عندهم مشكلة مع قوات سوريا الديمقراطية، أو اللي أثر عليهم الأتراك، بشكل كبير، فيكونوا عداء لشرق الفرات. برجع بعيد، مو كل اللي بتتمناه
يصنع سياسات أو تستطيع أن تعمل سياسة وتتحدث فيه. يعني إذا أنا بدي أجاملك يجب أن أتحدث بما تتمناه، والسياسات لا تبنى بالتمنيات، مشان نعرف هذا الشيء ونكون واضحين فيه. ففي مفاهيم كتير هلا راح أطرحها وما راح تعجب كتير من الناس، ما راح تعجبهم طبعا، وأغلبيتهم السوركيين، جماعة السوركيين اللي هم يعني صاروا لهم صدعونا، صار لهم سنوات طويلة جدا. قصد انتهت تركيا برقدار الدنيا كذا وكذا، يأتي أكبر رئيس دولة في العالم كلياته اللي هو القطب الأوحد، واللي العالم الآن بدأت كل الدول العالمية تأخذ رضاه وبركاته، اللي هو السيد الشيخ ترامب، ويتحدث بيقول لك أنه لن ترفع العقوبات إلا بإدماج قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة. طبعا هون في شروط لقوات سوريا الديمقراطية، وهذا الأمر معروف أيضا يعني بعدا الشروط تبع الولايات المتحدة الأمريكية. بس بدي أعطيكم شيء هام للغاية مشان تعرفوا. لولا أنه في مفاوضات من طرف ثالث وهي المملكة العربية السعودية، واللي نقلت موافقة أحمد الشرع على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية، ما تحدث ترامب عن رفع العقوبات. مشان تعرفوا هاي كواليس السياسة، وكواليس السياسة هامة للغاية. إذن قبل مجيء ترامب المملكة العربية السعودية عرضت على ترامب أنه أحمد الشرع موافق على كل طلباتك، وبيعرض وبيعطيك شيء زيادة كمان. احنا شفنا شو هو اللي الصحافة العالمية سربت، وكالة رويترز، فاينانشال تايمز، كتير من الصحافة العالمية سربت انه الشرع قدم للولايات المتحدة الأمريكية كتير من المغريات. تعال ابني برج ترامب في دمشق، المعادن والثروات الموجودة في بادية تدمر تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل ما وقعت اتفاقية مع أوكرانيا، أنه أيضا يوقع اتفاقية مع سوريا بهذا المضمون. نحن مستعدين لإقامة سلام مع إسرائيل، نحن مستعدين لإقامة منطقة عازلة ما بيننا وما بين إسرائيل، يعني تفريغ الجنوب السوري بشكل كامل من الهيئة ومن أي عناصر مسلحة، عدا طبعا الأخوة الدروز. هاي كلياتها عرضها مجانا أحمد الشرع على الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أنا بشر إخواننا اللي موجودين في الساحل أيضا على الساحل السوري، وأنا صار لي 3-4 أيام أتحدث فيها. اليوم في أخوة من الساحل كتبوا لي على اليوتيوب إنه هيرفع العقوبات، وأنا كتبت لهم أيضا إنه لا تستعجل، فعلا لا تستعجل. اشترط ترامب على الولايات المتحدة الأمريكية على أحمد الشرع إنه قوات سوريا الديمقراطية تدمج مع الدولة وتكون شريك. هنا شريك، كلمة شريك كتير مهمة اللي تابع هذا شو يعني هذا الأمر. راح تستغربوا من هذا الأمر. يعني 3، يعني ب3 وافق عليه الشرع، وافق عليه الشرع. قبل ما يصل ترامب إلى السعودية شو اللي صار على الأرض؟ شو اللي صار على الأرض أخواني؟ أتمنى الكل يشارك في الكتابة مشان أشوف مدى تدقيقكم على هذا. قبل أن يصل ترامب إلى المملكة العربية السعودية شو اللي صار على الأرض؟ لأول مرة تدخل 150 دبابة أبرامز إلى شرق الفرات، وقوات كبيرة جدا دخلت، قوات كبيرة أيضا دخلت، وقبل أن يصل إلى ترامب. إذن الموافقة وصلت إلى ترامب قبل أن يذهب إلى المملكة العربية السعودية. هناك تهيئة لحرب، هناك تهيئة لحرب بالتعاون ما بين قوات سوريا الديمقراطية وأحمد الشرع لمحاربة الأجانب. ما طلع عنده مجال، بده يحارب ووافق على هذا الأمر. كثير من الأخوة كانت تعترض على هذا الكلام اللي كنت بقوله.
قبل. أحمد الشرع لا يستطيع محاربة الإرهاب. أحمد الشرع مستعد يخلع كل الناس بس يبقى على الكرسي. هاي خذوها قاعدة. مو يحارب القوات الأجنبية ولا داعش ولا أي شيء. أحمد الشرع مستعد يحط صليب بصدره، صليبها صليب، ويروح على الكنيسة مقابل أنه يبقى على الكرسي. أنتم لا تعرفون أطباع هؤلاء الرجال. في كتاب اسمه طباع الرجال، أتمنى أنه تقرأوه، بتفهموا أنه كيف بيفكروا هدول بالنسبة لهم السلطة مرض كبير جدا. سلطة مرض كبير جدا. على كل هذا احنا ما بيهمنا، نحن بالعكس نحن جدا مبسوطين بهذا الوضع. هذا يعني أن قوات سوريا الديمقراطية ستنتشر على الأراضي السورية مع القوات الأمريكية ومع الشرع، بالتعاون مع الشرع. حتى لو بقي الشرع لوحده، وساندوا الأمريكان وساندوا قوات سوريا الديمقراطية وحطوا رئيس واشتغلوا الباقي كلياتهم بطحن الجماعات الأخرى اللي موجودة. طبعا أنا هنا هذا كلام، لأنه في كتير من السوريين اللي موجودين مع أحمد الشرع اللي أساسا بيأيدوه أيضا، صح. ووصل العدد الآن إلى ما يقارب 100,000 مع المتطوعين الجدد اللي دخلوا عليها. قبل ما كانوا 30,000، يعني تقريبا 50,000 كأكبر تقدير. طبعا ما في إحصائيات رسمية لهذا الموضوع، لكن أكبر تقدير خلينا نقول كانوا 50,000. الآن ازدادوا 50,000 وأكثر كمان وأكثر حتى. لكن حتى أكون أنا يعني منصف بهذا الموضوع، خلينا نقول 50,000 تابعوا أيضا. فسيتم، حتى لو هو الساحل مش تعرفوا، سيتم القضاء على كل الكتائب المنفلتة، والقضاء على الكتائب الإرهابية والمتطرفة الموجودة في سوريا، وعلى رأسهم الكتائب السوركية اللي بتشوفوا، حتى اللي دمجهم بالكذب بالجيش السوري، واللي شفتوا فيه قيادات كتير موجودة. ومضطر يغير الدستور كمان، لا تغيير، لأنه وافق على أغلب أو كل الشروط. يعني أحمد الشرع وافق على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية. ويطلع لي واحد أبو رأس مربع بيقول لك لا، ترامب تاجر وأحمد الشرع قدم له يعني أنه نعطيك الثروات سوريا ونعطيك كذا ونعطيك كذا، وباع. هو هيك بيفكر، لأنه هو بياع، بيفكر أنه كل الناس بياعين في السياسة. السوركي بياع، فيظن كل الناس بياعين، والحرامي يظن كل الناس حرامية، والكذاب يظن كل الناس كذابين، وقليل الشرف يظن كل الناس ما عندها شرف. للتوضيح هذا الأمر. فهذا الخطاب اللي دائما بنشوفه. طبعا أكثر المستفيدين من رفع العقوبات هو شرق الفرات. يعني دخول الشركات الأمريكية للبترول، يعني المياه بإيدهم، الزراعة بإيدهم، كل موارد سوريا موجودة في شرق الفرات. والأمريكان عملوا قواتهم وعززوها في شرق الفرات، ولا يثقون بأحد، هذا شيء معروف. حتى ترامب طرح بشكل واضح وصريح بأنه من دون استلام قوات سوريا الديمقراطية الحكم في سوريا بالتعاون مع أحمد الشرع معاه ولا من دونه، ما راح يقبل نهائيا. الأمريكان ما راح يقبلوا بهذا الشيء نهائيا، عشان نكون واضحين. فالشيء اللي صار واضح جدا لأي مراقب سياسي متعمق بالسياسات الدولية يفهم أنه هناك اتفاق ما بين ترامب وأحمد الشرع بوساطة سعودية برفع العقوبات مقابل تطبيق الشروط كلياتها. وأحمد الشرع ما عنده مشكلة. أحمد الشرع يخاف من شيء واحد، كان أنه يعمل هذا كله وبالنهاية ما بيعترفوا فيه. هذا كمان نقطة كانت معضلة، مسألة عدم الثقة. كانت مسألة كبيرة جدا. هلا بنشوف
أغلب الدول اللي بتعرض على ترامب الآن خدماتها، يعني إيران بتعرض على ترامب نفس الاتفاق اللي حصل مع أوكرانيا واليوم عرضته، إنه نحن مستعدين أن نوقع اتفاق مشابه لاتفاق أوكرانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني راح تشلح النووي وتشلح كل شيء. أنا قلت لكم قبل سنوات عديدة أنه الفوارق ما بين الدول أصبحت كبيرة جدا، واللي هو ضخمة جدا. فالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت القطب الوحيد اللي في العالم، القطب الوحيد اللي في العالم، وهو أنه الفوارق ما بينها وما بين الدول الأخرى اللي تتبعها فوارق كبيرة جدا في مسألة حتى التكنولوجيا والسلاح وغيره، باستثناء الصين كاقتصاد. نعم، وشفنا نحن السلاح الصيني أدى دور جيد جدا في باكستان، لكن هذا ليس حديثنا. في مرة أخرى راح نتحدث عن هذا الموضوع. من الواضح جدا حسب قراءتي الشخصية طبعا أنا هون أنه أحمد الشرع وافق على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه طالب أنه الأمور تتم بمراحل، يعني أنتم معطينا 90 يوم راح ننفذ هذا كلياته، بس ساعدونا أيضا. طلب من المملكة العربية السعودية أنه موافق على كل شيء بس يساعدونا. فعلا هو غير قادر لوحده انه يحارب القوى الارهابيه والراديكاليه اللي موجوده على الارض السوريه، واحنا حكينا هذا الكلام كثير. هؤلاء قوى كلهم من المقاتلين الاجانب اللي تدربوا في افغانستان وتدربوا في البوسنه وتدربوا في الشيشان وتدربوا، عندهم خبره طويله جدا، وقاتلوا على الارض السوريه ايضا لفترات طويله، فاكتسبوا خبرات كبيره جدا لا يمكن انه قوى إقليمية تستطيع أنه محاربتهم. تتذكروا الكلام اللي دائما كنت أنا بقوله، لا الروس ولا النظام السوري ولا الأتراك إذا كلهم اجتمعوا أنه يحاربوا الهيئة لن يستطيعوا أن يهزموا الهيئة. تذكروا هذا الكلام ولا ما بتتذكروا؟ مرات عديدة قايل أنا هذا الكلام، لأنه المقاتلين الموجودين في الهيئة وخصوصا المقاتلين الأجانب مكتسبين خبرات كبيرة جدا، يستطيعون التكيف مع أي ظروف حرب كانت أو أي سلاح كان موجود. فلذلك القناعة عندي كانت مستحيل حدا يقدر أنه ينهيهم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الموجودين على الأرض. ليش؟ لأن التكنولوجيا الموجودة عندهم في مسائل الحرب والقتال عالية جدا، عالية لدرجة لا يتخيلها العقل. فلذلك ما حدا يستطيع القضاء على هؤلاء إلا هم نفسهم يقضوا على نفسهم أو قوة تدعم الولايات المتحدة الأمريكية. فوصلت إلى قناعة لابد من أن الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الموجودين على الأرض يوما من الأيام هم اللي يقضوا على جماعة اللي كانوا موجودين في إدلب. نحن كلنا بنعرف جمعوهم كلهم في إدلب، وكل المحللين الاستراتيجيين الموجودين في العالم يذكروا جملة دائما إيش؟ أنه جمعوهم في الإدلب لقضاء عليهم، لكن لم يقولوا الآليات ولم يتحدثوا عن الآلية كيف يستطيعون القضاء عليهم في إدلب. طيب، هل من المعقول القضاء عليهم في إدلب وهو إدلب كانت منطقة شديدة الكثافة السكانية، يعني كان فيها 6 مليون، 6 مليون، يعني كيف بدهم يجوا يقضوا على هذول ما بين كل، يعني بده يصير أعداد هائلة من القتلى والمدنيين، وهي صح ولا لا؟ وهذول متمرسين على القتال. قعدت مع اجتماع مع نفسي قبل سنوات، هذول المحللين الاستراتيجيين كلياتهم الحرنتايين بيقولوا انه حصروهم كلهم في ادلب للقضاء عليهم. طيب كيف يمكن القضاء عليهم واساسا هم موجودين في منطقة جغرافية صغيرة جدا وجمعوا كل اللي موجود في سوريا في تلك البقعة الجغرافية وتعدادهم 6 مليون تقريبا؟ فهذا أمر شبه مستحيل. إذن لابد أنه إيش يسووا؟
ينفسوا تلك المنطقة من السكان اللي موجودة فيها. طيب كيف بدهم ينفسوا المنطقة هذيك من السكان اللي موجودة فيها؟ يخلوهم يسيطروا على غرب الفرات بالكامل. تذكروا هذا الكلام؟ شلون جبت الاستراتيجية هاي مشان تفهموا؟ لابد للقضاء على بؤرة الإرهاب اللي جمعوا فيها إرهابيين العالم كلياته وحاصروهم في إدلب، في تلك البقعة الجغرافية الصغيرة جدا، أنه ينهوهم. لا يستطيعون إنهائهم نهائيا. ليش؟ لأنه البقعة الجغرافية صغيرة وعدد السكان هائل جدا. يعني أنت بدك تعمل مجازر إذا بدك أنت تقاتلهم في تلك البقعة الجغرافية. فإذا عندك الحل الوحيد ما هو؟ حسب تفكيري الشخصي بوقتها، تسليمهم المنطقة كلياتها. ولا بد انه سوريا كلياتها، المنطقة كلها. ليش؟ مشان العالم كل واحد بيرجع على منطقته، مشان يخلصوا من المدنيين اللي موجودين فيها. فهمتوا؟ وبعدها تبدأ بتنفيذ مخططات العالمية الموجودة اللي بيفكروا فيها لإعادة هيكلية المنطقة. وأنا قلت عليها هي إعادة رسم الخرائط، وما قلت عليها تقسيم. ديروا بالكم، إعادة رسم الخرائط في المنطقة. هناك خرائط سياسية، هناك خرائط اقتصادية، هناك خرائط ديموغرافية. فهي النقاط اللي حكيت عنها بكل وضوح. فلذلك قلت لكم أنه الهيئة سوف تستلم غرب الفرات كلياته، مش قد المنطقة. ممكن يعني يوصل لحمص حماة، ممكن بس منطقة حلب. المهم تفريغ بأي طريقة، تفريغ المنطقة من الزخم السكاني اللي موجود فيها. ووصلنا إلى كل الحديث والاستراتيجية اللي كنت أتحدث فيها. الآن نحن وصلنا لنقطة إيش؟ نقطة محاربة الأجانب اللي إرهابيين اللي جابوهم من العالم كلياته وجمعوهم في سوريا. طبعا القسم الأكبر كمان انقتل من فلذلك لفت نظري تعليق واحد. شو كاتب؟ مو على اساس ترامب والله ما يلتقي مع احمد والله ماني مدير مكتبه. يعني انا قلت اعتقد يعني لقاء شافوا ولا ما شافوا، شو اللي بيغير بالمعادله بالنسبه لك؟ يعني عقوبات ورفعت، يعني شافوا شو بده يسوي. يعني لك عزيزي، إذا ما بتعرفني أنت، أنا قبل 2.5 سنين من الآن قايل لكم أنه الجولاني أساسا هو ضابط مخابرات بريطاني، يعني زلمته لترامب. راجع التسجيلات رح تسحب تعليقك وتعتذر. فهمت علي شلون؟ وهو فعلا زلمتهم وجاي ينفذ مخطط على الأرض السورية. الشيء الهام للغاية مشان تعرفوه، برجع بكرره، رفع العقوبات هو رفع العقوبات عن الشعب السوري. لكن من هو المستفيد الأكثر من رفع العقوبات؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما يدعون هؤلاء السوريين أصحاب الرؤوس المربعة اللي طالعين ومصدعين الناس كلياتها بالتحليلات الاستراتيجية اللي بعيدة عن الواقع بشكل كامل؟ لا، المستفيد الأكثر من هذا الاتفاق هو شرق الفرات. نعم، العقوبات ترفع عن شرق الفرات كمقدرات موجودة في شرق الفرات، كشركات أجنبية راح تدخل على شرق الفرات وتستثمر فيها. البترول هناك، المياه هناك، الزراعة هناك، معامل تحتاج إلى نهضة اقتصادية، ورح تنهض المنطقة نهضة اقتصادية كبيرة جدا. طيب شو فائدة الجولاني من هذا الموضوع؟ فائدة الجولاني هو يثبت حكمه أول شيء، لأنه الوضع الاقتصادي مزري جدا في سوريا. فرح تدخل كتير شركات أغذية، شركات أمور وكذا وهاي، ورح يساهم فيها شرق الفرات. على فكرة رح يساعده، أنا بقول لكم إياه، رح يعطي نسبة من البترول في حال الاستثمار وكذا لحتى تنهض المنطقة كلياتها. وهذا شروط شروط الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بتقول لقاسد إنه أنتوا
راح نخليكم تندمجوا مع الجولاني، وانتم راح تكونوا جزء من الحكومة، ومعانا راح تحاربوا الإرهاب كلياته، وراح ياخذوا الساحل أيضا، وأنا مصر على هذا الكلام. بس انتم كمان بالمقابل يجب أن تعطوا قسم من البترول تعطوا قسم من المقدرات سوريا لهم أيضا، لأنه هناك في شعب وفي ناس ومحتاجة وكذا وهي، وهذا أمر طبيعي جدا. فتم الاتفاق على هذا المبدأ. تم الاتفاق على هذا المبدأ. بكرة بنشوف الشركات الأجنبية اللي راح تتهافت على شرق الفرات. طبعا قلنا لكم الموضوع ليس بالسذاجة والسهولة اللي انتم بتفكروها انه بكرة يرفع العقوبات، لا. المسألة يعني هو حددها بشهر، وبعد الشهر أول شيء بده يشوف شو بده يصير. يعني راح يتفق أحمد الشرع مع قسد، راح يدمجهم معاه، راح يصير في بيناتهم اتفاقات، سيتم تعديل الدستور، سيتم هاي الأمور بعدين. ترامب ويسمعوا إذا يفقه الإنجليزية، بس لكن هذول لا، حتى الإنجليزية بيفهموها بالمقلوب. فبيشوف الخطاب طبعه واضح وصريح، وربط رفع العقوبات بشكل أساسي مع الحل مع قوات سوريا الديمقراطية. طيب، هلا نجي على الأبعاد الدولية. شو يعني هذا؟ وليش بالمملكة العربية السعودية؟ طبعا ذكر ترامب امبارح انه صديقي العزيز والرائع، يعني توصيفاته، اردوغان اتصل معي، يا صديقي الرائع العزيز اتصل معي قبل فترة واثناء حديثي عن اوكرانيا وانه المفاوضات اللي ستتم في تركيا، مرق له سؤال، قال العقوبات يا سيادة الرئيس مشان سوريا وكذا، وهذا أحمد الشرع مسكين وكذا. قالوا إيه، ما في مشكلة. هلا أكبر ضربة أكلتها هي تركيا. شلون؟ شلون أكبر ضربة أكلتها تركيا؟ طيب كيف إنه تركيا أكلت كم كبير برفع العقوبات عن سوريا؟ مو أمر غريب؟ نعم. تركيا أول شيء من الناحية السياسية ما كان لها الشرف برفع العقوبات، يعني ما خدمت أحمد الشرع بشيء. السعودية هي اللي خدمت، السعودية هي اللي رفعت العقوبات عنه، ووقعت اتفاق سلاح، أكبر اتفاق بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية السعودية بتطوير الجيش السعودي وشراء معدات جديدة بقيمة 145 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاق اقتصادي ما بينها وما بين الإمارات وما بين بحرين للمعبر الهندي والبدء بالمشروع بقيمة 2 تريليون دولار. انتم قادرين الرقم؟ 2 تريليون دولار يعني 2000 مليار دولار. 2000 مليار دولار. وعلى البيعة كمان أخذ له 500 مليون دولار طيارة من قطر. من النجح الآن؟ هل قطر نجحت أم المملكة العربية السعودية والإمارات نجحوا مع ترامب وأخذوا إلى طرفهم؟ وكان يعني تؤمل نفس قطر أنه تستطيع إقناع ترامب وهي اللي تكون لها الريادة وتجيب الدفة إلى تركيا مرة أخرى. طبعا هون أحمد الشرع عرف أنه بكل وضوح أنه ما حدا يخدمه غير المملكة العربية السعودية. يعني إذا أنا أوقف مع الإمارات والمملكة العربية السعودية هم اللي راح يثبتوا حكمي في سوريا ومو تركيا. فهمتوا؟ الآن أحمد الشرع هل سيتوجه إلى تركيا بعلاقات أكبر على حساب المملكة العربية السعودية والإمارات، ولا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات على حساب تركيا؟ هنا بالمعادلة هاي تركيا طلعت تقريبا، ما بنقول برا، لكن خسرت كتير. أول شيء العلاقات اللي راح تتم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأحمد الشرع برعاية سعودية، وأيضا مع قوات سوريا الديمقراطية اللي هي
أحد الأسباب الرئيسية إنه الأتراك مشددين عليه وما يخلوه يتنفس. هلا أحمد الشرع عنده مشكلة. إيش هي المشكلة؟ الضغوط التركية بسبب قسد. الآن سيتحرر من الضغوط التركية بالنسبة لقسد، وراح يجي يعطي اتفاقات أكثر معها، وراح يكون أكثر ليونة. ليش؟ لأن صار ظهره قوي. هون صار ظهره قوي مع المملكة العربية السعودية والإمارات وأمريكا. دواعش كانوا